هنعرف اكتر تفاصيل عن هذا الموضوع مع الاتصال الهاتفي مع الدكتور احمد خطاب رئيس المركز المصري للاعمال والخبير الاقتصادي. دكتور احمد، برحب بحضرتك في صباح القاهره، اهلا بيك. طيب، لحد ما التليفون يجهز، الحقيقه وزاره التخطيط زي ما بنشوف كده او بنقول مع حضراتكم هي ملمة جدا بموضوع التنمية الاقتصادية الخاصة بالاقتصاد المصري طبعا، والشراكة ما بين القطاع الخاص وما بين القطاعات الحكومية أو قطاع الأعمال. نعرف أكتر تفاصيل زي ما قلنا مع حضراتكم مع دكتور أحمد خطاب رئيس المركز المصري للأعمال والخبير الاقتصادي. دكتور أحمد، برحب بحضرتك في صباح القاهرة، أهلا بيك. اهلا بك وصباح الخير على كل مشاهدينا بتوع القاهره يا فندم. دكتور، الحقيقه الخبر اللي معانا ان وزاره التخطيط بتحقق رؤيه الحكومه للوصول الى اقتصاد جاذب للاستثمارات. نعرف اكتر تفاصيل، يعني الرؤيه او المعطيات اللي وزاره التخطيط اللي من قبلها هتقدر تعمل شراكه مع القطاع الخاص ويكون في تنميه للاقتصاد المصري. اتفضل يا فندم. طبعا امس كان في حصل حوار يعني مهم جدا ما بين السيد المهندس عبد الصادق الشباجي رئيس الهيئه وكاله الصحافه على وكان في ضيافه الهيئه وكاله الصحافه السيده الوزيره علي المشاط وزيره الدوله للتنميه الاقتصاديه والتخطيط، وهي من احد الوزراء الناشطين جدا. وكانت الوزيره علي المشاط اعطت رساله واضحه للسيد المهندس عبد الصادق الشباجي رئيس هيئه وكاله الصحافه وكل الصحفيين الموجودين ان الحكومه بتحقق رؤيه جاذبه للاستثمار المصري، وان الحكومه المصريه بتعمل على جذب الاستثمارات في ظل تحديات كبيره بتواجه الاقتصاد المصري الداخليه والخارجيه. وايضا في يعني السيده الوزيره هي المشاط اكدت على ان الحكومه لديها صندوق سيادي يحاول ان يجذب استثمارات عربيه ودوليه، ويحاول اعاده الاستثمار والاستزاده في اصول الحكوميه زي مقرات الوزارات اللي تم لها العصور الاداريه، ازاي نعيد بيعها، نعيد جدولتها، نعيد استثمارها، نعيد ايجارها. الرئيس المشاط تحدث ايضا عن القروض الدوليه طويله الاجل اللي بتساعد الاقتصاد المصري. في نوعين من القروض، قروض قصيره الاجل اللي هي 6 شهور وشهرين بيسموها هوت ماني، الاموال الساخنه، دي ما نقدرش نبني عليها اقتصاد البلد، هي بتفيدنا اقتصاديا. لكن هي الوزيره تحدثت عن القروض اللي هي عمر 5 سنوات و10 سنوات، القروض الانمائيه اللي وزاره التنميه التخطيط بتحاول تصل لها من خلال تعاونها مع الخارج. وزيره المشاط نجحت في فترات صعبه ان تدعم الاقتصاد المصري بقروض دولاريه ويورو من بنوك دوليه زي البنك الاوروبي عن طلبات التنميه والبنك الدولي لدعم الاقتصاد المصري في مشروعات التنميه. على سبيل المثال محطه زي محطه كهرباء بندان انشئت خلال قروض دوليه طويله الاجل ل 10 33 سنه. انفتاح مصر على العالم الخارجي وتحول مصر الى قبله قابله لجذب الاستثمارات العربيه والدوليه، زي ما شفنا استثمارات رأس الحكمه بالتعقوق 35 مليار دولار، واستثمارات سعوديه واستثمارات اوروبيه في مجالات تعدين وفي مجالات غاز وفي مجالات الطاقه. ايضا دخول مصر في عصر الاستثمار في المواني والاستثمار اللوجستي، زي ان احنا نعمل خط الرورو للربط المباشر مع ايطاليا لمرور وسهوله نفاذيه الصادرات المصريه الى السوق الاوروبي. كل دي فندم مؤشرات ايجابيه ان الاقتصاد المصري بيسير في الطريق السليم. بالاضافه الى ذلك دائما مصر تتميز بان هي لديها سرعه كبيره في التعامل مع الخارج والازمات الاقتصاديه الغير متوقعه زي اللي كان اخرها ازمه كورونا وازمه الحرب الاوكرانيه. ونتوقع بدايه من 20 يناير بعد تولي الرئيس الامريكي بايدن رئيس امريكا ترامب الحكم في امريكا ان مصر تنفتح اقتصاديا مع الانفتاح اللي الرئيس ترامب اعلن عنه، ان احنا خلاص ان شاء الله النهارده وبكره هنصل الى حل في تبادل الاسرى مع غزه، يعني ان شاء الله نحدد الوضع في غزه، وبالتالي مجرى قناه السويس يرجع امن تاني من ضربات الحوثيين، وبالتالي نعود لنا ايرادات دولاريه باكثر من 7 مليار دولار كنا فقدنا، بالاضافه الى زياده حجم التجاره حول العالم هيزيد، والدليل على كده ان في اقبال كبير على شراء الطاقه وارتفاع سعر البترول. تمام. فكل دي يا فندم مصر هيكون لها نصيب كبير في جذب استثمارات مباشره في المنطقه الاقتصاديه بتاعت السويس وفي الساحل الشمالي،
وفي المناطق الصناعيه متوفره في مصر، لان احنا عندنا فرصه كبيره ان احنا نغطي السوق المصري ونصدر للسوق الافريقي والسوق العالمي. تمام. انا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا الدكتور احمد خطاب رئيس المركز المصري للاعمال والخبير الاقتصادي.